أهلا بيكو. ما تيجوا نحضر أكلة بسيطة ما يتشبعش من حلاوتها بجد، وأوعدكوا إن هي هتبقى من الوصفات الأساسية اللي هتعملوها كل أسبوع. عندي حبتين من البتنجان بقشرهم بشكل عشوائي وبقطعهم لمكعبات متوسطة بالشكل ده كده. وعندي كمان حبتين من البطاطس بقشرهم كويس جدا وبعدين بقطعهم بنفس تقطيعة البتنجان. عندي كمان قرن فلفل رومي صغير بقطعه هو كمان لمكعبات متوسطة. وفي طاسة على نار عالية فيها زيت سخن بنبدأ نحط البطاطس علشان تتقلي. هنستنى على البطاطس أول ما تاخد لون من تحت كده هنبدأ نقلبها من تحت لفوق علشان كل وحداية بطاطس تاخد نفس اللون وتاخد نفس السوا. وبعد ما البطاطس كلها تاخد التحميرة الحلوة بنبدأ نخرجها في طبق عليه مناديل مطبخ علشان تتشرب الزيت الزيادة اللي موجود في البطاطس. وفي نفس الزيت بنقلي البتنجان بنفس الطريقة. وأول ما البتنجان ياخد التحميرة الحلوة بنخرّجه هو كمان على مناديل مطبخ. وبناخد الفلفل الرومي اللي إحنا قطّعناه في الأول وبنزوّد عليه قرنين فلفل كده حامي لو حابين، وبنحمّرهم كده تحميرة سريعة وبنخرّجهم، يا دوب بس ياخدوا تحميرة أو تشميعة كده سريعة، وبنخرّجهم هُم كمان على مناديل مطبخ. في الطبق بقى عندي من ربع لنُص كيلو من اللحمة المفرومة، هاحط عليها بصلتين كبار مبشورين ناعم خالص ومتصفيين من المَيّة بتاعتهم، وهاحط عليهم كمان معلقة كبيرة مليانة من الدقيق، وهاحط التوابل هاكتبها لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو، وكمان باحط معلقة صغيرة من التوم المفروم الناعم. وبنعجن بقى اللحمة كويس جدًا لحد ما اللحمة تبقى قطعة واحدة والأنسجة بتاعة اللحمة تمسك في بعضها. بعد لمّا بنفضل نعجن فيها كده مدة ما تقلّش عن 4 دقايق، 5 دقايق، بتبقى معانا بالشكل ده كده. بنبدأ بقى ناخد كل قطعة ونكوّرها بقى بالحجم اللي حابينه ونحطها في الطبق. المفروض في عمل أي كفتة لازم تتحط مش أقل من ساعة في التلاجة، تتشمّع وتشرب كده من التوابل اللي إحنا حطيناها، وبعدين نبدأ نشوّحها على النار، لكن أنا كالعادة كنت مستعجلة، فشوّحتها على طول من غير ما أحطها في التلاجة، لكن أنتم لو مش مستعجلين عليها لازم تحطوها في التلاجة تتشمّع أو في الفريزر ساعة، نُص ساعة على حسب بقى. في طاسة بقى على النار باحط معلقة كبيرة من الزيت أو الزبدة ونبدأ نحط الكفتة بتاعتنا تتشوّح، ما نقلّبش الكفتة إلا إذا كانت خدت صدمة حلوة كده من تحت. وبعد ما الكفتة بتاخد صدمة حلوة من على الجهتين بنسيبها كده على النار لمدة دقيقتين أو 3 لحد ما تكمل سواها وبعدين نخرجها في طبق. وفي نفس الزيت أو في نفس البهاريز اللي نزلت من اللحمة بنضيف معلقة صغيرة من التوم المفروم وبنشوح التوم كويس جدا لحد ما ريحته تطلع ولونه يبدأ يحمر حاجة بسيطة. وبعدين بننزل على التوم بالتوابل، التوابل دي برضه هاكتبها لكم في صندوق الوصف. فاكرين بقى البصل اللي إحنا ضربناه في الكبة للكفتة وخدنا المَيّة بتاعته، هنضيفها على التوم والتوابل هنا. مش قادرة أوصف لكم بقى قد إيه ريحة كانت طالعة رهيبة. بنبدأ بقى نشوّح الكلام ده كله مع بعض كده وننزل عليهم بكوبايتين من عصير الطماطم المضروبين في الخلاط ومتصفيين من البذرة أو القشر بتاعهم. بنسيب بقى الطماطم كده شوية على النار لحد ما يتبخر منها السوائل وتتسبك شوية بمعنى أصح، وبعدين نضيف الخضار عليها بالطريقة دي كده.
ياخدوا تقليبة كده في الصلصة وبعدين ننزل عليهم بالكفتة ونقلّب تاني، ونقلّب بالراحة علشان البتنجان ما يتهريش معانا وكمان الكفتة تفُك. وهنا بقى لو حسيتوا إن السوايل شوية قليلة ممكن تضيفوا ربع كوباية من المَيّة السخنة ما فيش مشكلة. بنسيبهم بقى مع بعض كده يغلوا غلوتين 3 على نار عالية، وبعدين بنبدأ نقدّمها، هي كده كل حاجة مستوية، يا دوب بس ياخدوا من طعم بعض، الخضار ياخد من طعم الكفتة وياخدوا من طعم الصلصة وبتبقى جاهزة. قدّموها بقى زي ما تحبّوا، أنا عملت معاها رُز بالشعرية وكمان أكلناها بالعيش كانت رهيبة، طعمها حلو أوي وبسيطة ولذيذة في نفس الوقت، وأوعدكم إن أنتم لو عملتوها مرّة هتبقى معاكم من الوصفات الأساسية اللي لازم تعملوها كل أسبوع، من حلاوة طعمها ومن بساطة مكوناتها، حقيقي ما يتشبعش منها بجد. أتمنى بقى إن الوصفة النهارده تكون عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير، وأشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة يا حلوين.